هاي مسيكم بالخير. نستنى يلتحقوا بنا. نستناو يلتحقوا بنا أكثر عدد ممكن ونبداو واش نعملوا لايف. نجاوبوا السيد اللي عمل لنا المحاكمة التلفزية على قناة التاسعة الليلة. هو لا محالة راني أنا والله لا كنت ماذا بيا ما نجاوبوش، أما العباد نرجتني والحكاية 3 ولا 4 حكايات الفارغة اللي قالهم هانش نجاوبوا عليهم كعبة كعبة. هاني لميت الدوسي قدامي هاو مفروض وجبت الوراق الكل. وش نسهروا الليلة؟ خاطر ما هو ما مثلش هو يقول كانوا مش عماهم ما نعيشوا معاهم، معناها هو في باله عمل لي ميسيون هذايا باش يشوه، وهو إن في كو كونفيرمي اللي قلناه الكل. أكدوا بالحرف والكلمة. أما ثم حاجات اللي لعب على يحب يوهم بحاجات هاوش نوريكم اللي هما غالطين. مي فرانشمون ليميسيون ا كونفيرمي. ناس تستنى في عملية الاغتيال كيفاش تم التخطيط ليها، وناس تستنى في السلاح كيفاش باش ندخلوا سلاح ونجيبوا السلاح وش يعملوا انقلاب بالسلاح، وناس تستنى في المتفجرات، وناس تستنى في المخططات. حاسيلو بون هاو نجمو نبداو توا. النقطة الأولى يا سيدي اش نبداو؟ قال لك سي قناة التاسعة ساعة روبورتاج كرونولوجيك، أقوى روبورتاج في الصحافة الاستقصائية عرفتو التاريخ. تلمون قوي وتلمون فيه استقصاء اللي الصحفية اللي عملته قاعدة على البلاتو تسأل في جراد، هي تسأل فيه وهو من المفروض هي عملت العمل الاستقصائي. شعلينا فيه حاسيلو. بعد الروبورتاج سيد اللي تكلم على الملف نتاعنا قال لك اول دليل انهم تم تآمر جاوا قدام باحث البداية في الفرقة ورفضوا الإجابة الكلهم باستثناء واحد. وهذايا علاش؟ قال لك على خاطر خايفين كان واحد يجاوب يقول له تعرفش انت عبد الحميد، يقول له انا ما نعرفوش، وبعد يمشي الحميد يقول له انت تعرف، الاخر يقول له ايه نعرفه. هاكا باش ما يتيحوش في التناقضات وتولي كونفرونتاسيون بيناتهم، فهمت؟ قالوا ما نجاوبوش. هذه الكذبه الاولى. هاو المحاضره عندي يا سيدي. عندنا هنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ثم 10 اللي توقفوا من الاول في القضيه هذه، بعد ثم اللي تسيبوا. ثم 11 توقفوا، بعد 3 تسيبوا و 3 تسيبوا، قعدوا 8. فوالا لتوا موجودين 8. على 11 هذوما ثم 4 فقط ما جاوبوش: شيماء وعصام وخيام وعبد الحميد. هذوما علاش ما جاوبوش؟ لانهم ما مكنوهمش من دخول المحامي، وبدون حضور محامي رفضوا الاجابه. شكون قعدنا؟ قعدنا 1 2 3 4 5 6. ال6 هذوما الكلهم جاوبوا. وهاو نقراهم لكم. عندنا الاولاني هذاك ثم واحد بون شعلينا فيه. كمال طيب جاوب. نور الدين بوتار جاوب وبحضور محاميه، حضروا له محامي. جوهر بن مبارك جاوب. غازي ورضا باعتبارهم محامين ما يتعداوش على البحث البداية. مع هذوما ثم واحد اخر جاوب. امانه شو حطيت تحضروا شادينا استنى نشوف. المحيرسي فوالا هاو واحد اسمه احمد المحيرسي جاوب. وغازي ورضا ما تمش استجوابهم قدام بحث البدايه باعتبارهم محامين. دونك شطر جاوب وشطر ما جاوبش. اللي جاوبوا هما
اللي قبلوا باش يجاوبوا بلاش محامي، والا اللي تم تكليف محامي لهم وقبلوا لهم كما نور الدين بوتار كان بحضور محامي، والاخرين كي رفضوا لهم المحامين رفضوا الجواب. واكثر من هذا والمضحك هو حب يربطها على اساس انهم هما ما حبوش يقولوا على بعضهم اليوم ما يعرفوا بعضهم، في حين وانهم الكلهم قالوا انهم يعرفوا بعضهم وانهم سياسيين، وحتى حد ما انكر انه يعرف الاخر. وعمرها ما كانت جريمه وانه جوهر يعرف عبد الحميد ولا عبد الحميد يعرف خيام ولا خيام يعرف شيمه. تي هما في تشتراهم فرد حزب، رضا وجوهر وشيمه في جبهه الخلاص، تحبهم ما يعرفوش بعضهم ولا تحبهم ينكروا اللي هما يعرفوا بعضهم؟ كلشي مهبله شي ينكروا، هما يخدموا بعضهم في جبهه الخلاص. خيام صديقهم، شو اسمه، غازي صديقهم، عصام صديقهم، وعندهم اصدقاء بالالاف خارج القضيه هذه. ايش يعملوا؟ اللي يعرفوهم اصدقائهم الكل هذوك لازمهم يدخلوا الحبس معاهم؟ فسروا لي، ما فهمتش انا. يعني كلام فارغ، كلام فارغ. ثم اربعه ما حبوش يجاوبوا لانه من غير محامي، ما حبوش يجاوبوا، بوان سي تو. مشاو قدام القاضي جاوبوه بالباء والتاء، تو سامبلومون. هذه الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه اللي هي ملفتة ياسر للانتباه، قال لك القضيه اللي يقولوا عليها فارغه، شفتهم الاوراق هذم؟ شفتوهم الاوراق هذم؟ هذا شيء جزء قليل من كثير. الدوسي فيه 17 بواد ارشيف، فاش تحكي انت؟ وتتخيل انت كيف نقولوا احنا فارغ معناها ما فيش اوراق؟ والله واحد يجاوب على قلة الفهم باش ما نقولش كلمة خايبة. يا ولدي فارغ في محتواه. الدوسي ما فيه كان الاوراق، هكاك الاوراق عندك ما تحط. هما لي زامبريم اكرون اللي عملوهم للمحادثات نتاع الواتساب يجي 3 بواد دارشيف. قضية فيها 40 واحد، استجوابهم بركة، استنطاقهم بركة، قداش من ورقة، 3 اختبارات المالية. فاش تحكي يا اخي؟ هو حكاية اوراق، اش في وسطهم الاوراق هذوك؟ اش في وسطهم من محتوى؟ دونك عمرنا ما قلنا انه خفيف الدوسي، خفيف في وزنه، قلنا خفيف في محتواه وفي انعدام الجرائم. ثالث حاجة، ايش قال لنا يا سيدي؟ شد وثيقة يقرأ فيها ويقرأ لكم فيها على أساس وأنها دليل قاطع وكأنها قرار ختم البحث. السيد هذا ما جبتش قرار ختم البحث، ما دارش بيه، ما حكيش فيه. علاش حسب رايكم؟ هو المحاكمة ستقام على قرار ختم البحث مش على حاجة أخرى. شد يقرأ لكم في تقرير نتاع اختبار. وقتاش تعمل تقرير الاختبار هذايا؟ تعمل في نوفمبر، يعني بعد ما تشدوا الاولاد ب7 اشهر. عملوا خبير خاص بالفلوس، خلصته الدولة مش الفنية. الفنية عملت خدمتها وهو عاود نفس الخدمة اللي عملتها الفنية، ما زاد عليها حتى شيء، حتى شيء. أما ضرب الملايين شعلينا فيه على مكتوب تويسة. الخبير الخاص هذايا واللي هو هاوكا ادخلوا اسمه أسامة الأحمر، مختص في برشا حاجات، عنده جيت 17 اختصاص ويفهم في الدنيا الكل. كي عمل الاختبار على التليفون نتاع خيال، السيد بدا يخرج يعطي في رايه، يعطي في الانتربريتاسيون، هو يلانتربريت، مش يكتب بخلاف المحادثه، مش يحطها كيما هي ويتعدى، لا، يعطي رايه. من جمله الاراء اللي ما قراهم لكمش الجهبذ، انه مثلا قال انه خيام كان في حاله اكتئاب لانه ما تمش تعيينه تكليفه كرئيس حكومه، على هذاك يحب ينحي قيس سعيد، معناها عرف انه خيام في حاله اكتئاب. هذا خبير معناها محترم. والخبير هذايا بالصدفه نلقاوه في القضايا نتاع التآمر الكل، حتى في قضيه عبير موسي جابوه يخدم هذايا ولا اكسكلوزيف، يخدم على القضايا نتاع التآمر ويبدا يعطي في رايه. مشينا كيف احنا طعنا في الاختبار واعتبرناه غير جدي، استدعاه قاضي التحقيق، واستدعاه يوم اهو مناش كان تشوفوا هكا، اهو المحضر، يوم 7
9/2023. ما نعرفش نستعمل راهو هو المحضر. فوالا استدعاه وقال له ايوا، قال له علاش تعطي في رايك انت؟ قال له فوالا، وخاصة فيما يتعلق بالملاحظات التي أثارتها هيئة الدفاع عن المظنون فيه محمد خيم تركي، خاطر احنا قلنا له هذايا ماهوش خدمة بروفيسيونيل. قال له إجاني بان محضر استنطاقه في كذا، والتي تمحورت حول أن تقرير الاختبار المذكور تضمن الكثير من الاستنتاج والتحليل والربط، وأن المجيب قد خرج عن المهمة الموكلة إليه كتابيا من قبل قاضي التحقيق. جاوبه قال له أنت سيد قاضي التحقيق، قلت لي أعمل تنميط، معناها بروفايلور ولا بروفايلور، هو كان خبير في السلامة المعلوماتية، ولا بروفايلور معناها يعطيك البروفايل نتاع المجرم. دونك هو يحلل من عنده، يجيب من عنده يحلل. الاختبار هذايا قاضي التحقيق بيدو ماخذاه كان بجزء صغير منه، لانه الذاتي والملاحظات اللي اعطاهم الخبير اكثر من المحتوى اللي اعطاه. واكثر من هكا، مالغري انه اعطى ملاحظات وشخصيه واعطى رايه الشخصي في الملف وما احترمش المهنيه وما قعدش محايد اتسيتيرا. في اخر بعد ما حكى لي حكايه هذاك اللي قراها عليكم السيد اليوم العشيه، بعد هذاك الكل يجي في الصفحه 221 والتي تضمنت: أما بخصوص الاجتماعات المجراة من الأطراف السياسية بداية من أواخر شهر ديسمبر 2022، واتضح أنه قد تم تنظيم بعض المواعيد تجمعهم في أماكن مختلفة، ولكن لم يتسنى لنا تحديد ما تضمنته هذه الاجتماعات غير الحديث عن مشروع حوار وطني. هذه قدام قاضي التحقيق، هاي كتصحيحة، هذه قدام قاضي التحقيق قالها، هاي في الباراجراف الأخرانية. هذا قال خبير. يعني السيد حاوس في التليفون كيما حبوا شتاء، واول كيما حبوا شتاء ناس تحكي بين بعضها، حتى لو كان تحكي تقطع وتريش في حد، هذيك امورها ما دام ما ثماش فعل حقيقي. نجي نقطع في مسؤول في الجيش، حاجه تخصهم، ما تخصكش انت، ما تخصش القضاء، وما هيش مجرمه بالقانون. دون لو بريفي انت بينك وبين روحك تنجم تتخيل كل الجرائم، انك تقوم بكل الجرائم في الدنيا، لكن ما دام ما قمتش بالفعل، ما تجاوزش ومشيت للفعل، وقتها ما هيش جريمه. دونك انهم ما يحبوش فلان ويحبوا فلان يطيح، ولا يحبوا فلان يطلع، حاجه تخصهم. دونك ما ثماش مرور الى الفعل. نجيو تو عاد للنقطه النهائيه، هذيك مخطط الانقلاب اللي قراه لكم، واللي على اساس انه مخطط الانقلاب. مش يقول فمي، هذيك خطه الطريق اللي كان باش يتم عرضها في ندوه صحفيه قبل ما يتشد خياط بنهارين، واللي ما تطرحش مسألة كيفاش يتنحى قيس سعيد. بالنسبة لهم هما قيس سعيد عمل انقلاب، والمؤسسات الدولة والشعب لازموا يتصدى الانقلاب هذايا، ويقترح في إطار حوار وطني خطة طريق للخروج من مربع الانقلابي. بالنسبة لهم أنه النظام فقد شرعيته يوم 25 جويلية، وكي يستعيد النظام شرعية لازم يدخل في حوار وطني، لازم مكونات المجتمع الكل تدخل في حوار وطني وتلقى مخرج يخرجنا من عدم الشرعية. هذه تحليلهم السياسي للوضع، وأنهم يعملوا خطة طريق بالنسبة لهم يقدموا حل عملي للخروج من حالة الشرعية اللي يعتبروها هما غير ممكنة. يعني هذا تحليل سياسي يتبنى عليه ان اكت بوليتيك
فعل سياسي اللي هو تنظيم حوار وطني واقتراح خطة طريق على كل المكونات السياسية كما صار بالضبط في 2013 وقت وحلت الزنقة بالهرب والدنيا مدعوكة ولا حكومة مازالت نجم تخدم والشعب الكل في الشارع والدنيا مدعوكة. وقتها كيفاش خرجنا من الأزمة؟ ما نحيناها الحكومة الموجودة وقتها، مش نحيناها أول 2014 طاحت وتحطت حكومة مهدي جمعة بحوار وطني وافق عليه الأطراف الكل، مش انقلاب في الغرف المظلمة. وتو بعد هذا ودونو خليني تو نتحل. وين قرار ختم البحث يا شبيك؟ شبيك هربت منه؟ شبيك ما قريتوش؟ وين الدوبليكس وتريبليكس؟ وين الأدلة؟ وين الأدلة؟ جايب لي ورقة نتاع خطة الطريق كانت تعرض للعلن وتقول لي دليل، وسألهم عليها قاضي تحقيق وقالوا له اللي هي خطة الطريق نتاع الحوار الوطني وما بناش عليها الخطة نتاعك هذيك. قاضي تحقيق ما بناش عليها جملة أصلا. فيش تحكي؟ فيش تحكي؟ فيش تقول؟ وفيش تحب تتلوعب بالتوانسة؟ هيهات الارتباك نتاعكم ولا يعني قاعدين فوز انفونسي في عوض تلقاو حل باش تخرجوا من الحلقوم. قال شو اسمه نسيتو، تزيدوا تحبوا تغطسوا اكثر في الحلقوم. عليه؟ لمصلحة شكون؟ لا هو مصلحة الاولاد اللي في السجن، ولا هو مصلحة الدولة، ولا هو مصلحة النظام القائم، ولا هو مصلحة حتى حد الشعب التونسي. فهمت؟ باهي انا نحب نفهم علاش غيبت لي زيليمون لي بلوز امبورطون في الملف. ما هو التهم اللي توجهت فيها حمل السلاح وجابوا وخططوا باش يجيبوا السلاح وخططوا باش يدخلوا السلاح ودرا شنو عملوا والذخيره وباش يعملوا اغتيال. وينهم؟ شبيك ما حكيتش عليهم هذوما الكل؟ وينهم الحقائق المزلزله والادله القاطعه؟ تحشمش تو على هكا ما والله حاجة حاسيلو السيد هرب من قرار ختم البحث اللي فيه كل شيء واللي هو شد من عليه القضية ومشي شد لكم اختبار نتاع واحد قابض فيه الفلوس ومختص في كل شيء وموجود في قضايا التآمر الكل. فهمت؟ وبدا يلمس وما قراش الخاتمة نتاع الخبير هذايا المختص في كل شيء، ما قراهاش بالعاني يغيبها. باش كنا ننتظروا بالليل العظيم. انا قلت هذوما وصلت بتفكيري البعيد قلت ايش علينا فيه؟ هاي نجي من بعد تقرير فارغ وواحد فداوي يحكي في حكايه امي السيسي كيف ما تفهمش في القانون ما عادش تحكي فيه. راه مش كل حاجه حكايه السفراء قريب ننساها انا. يا اخي ما قراوكش ما علمكش انه الالتقاء بالسفراء ما هوش ممنوع في القانون التونسي؟ ما قراوها لكش هديه؟ ماهوش ممنوع، ما ثم حتى فصل قانوني. تقول يستميلوا في الأجا في السفراء لكنهم لما يستجيبوا لهم. عاد انت كي قريت الدوسي ماك شفت اللي هما السفراء هما اللي طلبوا مقابلتهم مش العكس. السفراء هما اللي حبوا يقابلوهم مش هما طلبوا السفراء باش يستميلوهم. ووقتاش احنا خبينا انهم قابلوا السفراء؟ تقابلوا السفراء في العلن وقدام العباد الكل وبتصور فوق الفيسبوك. علاش انت سفير تونس في باريس ما يقابلش المعارضه الفرنسيه؟ وسفير تونس في واشنطن ما يقابلش لي ديمقراط توا كيف لي ريبوبليكان في الحكم؟ جاوبني ترى. ولا سفراءنا احنا عايشين معزولين ما يقابلوا حد؟ معقوله؟ الحسيلو هاني قلت توا هذايا كما نقولوا على الحساب حتى نقرا الكتاب. هاني جاوبتك. وانا نعتقد ان المحاكمه هذه انتهت البارح. انتهت وماتت وانتهت. وكي تجيبوا الحكمه توا ما عادش نجموا تعملوا حتى شيء. احكموا بالسنوات السجن اللي تحبوا عليهم انتم. لا محاكمكم شرعيه
ولا حكم الحكم نتاعكم شرعي، ولا الاحكام نتاعكم مش تفشلنا ولا تخوفنا ولا مش تضعفنا، لا. وتونس ماهيش لكم، لا هي ليكم ولا هي لينا، للتوانسه الكل. ونقعدوا فيها وتقعد صامده رغم عن انف الجميع. الناس تمشي وتجي، تونس قاعده واحنا في وسطها قاعدين، وما يخوفنا حتى شيء. داكوردو. هاي ليلتكم زينه.